بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله، ويجعلها ايام خير وبركة عليكم. الف 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 مليون شكر على كل التعليقات اللي جات لي، على الكلام الجميل اللي جالي. ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. ربنا يدومكم في حياتي ويسعدكم ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا خاطري. ما تحرمش منكم ابدا ابدا، ربنا يكرمكم. والله ما عارفه اقول لكم ايه. كل التعليقات انا قريتها، ولو حد ما وصلوش تعليق يبقى بس معلش المشكله بتبقى من عندي، بس بقرا كل التعليقات. يعني لو حد بعت لي تعليق وما راحلوش رد، لا انا التعليق قريته، ما فيش تعليق انا ما بقراهوش. بس بتبقى في مشكله، بس لما باجي ابعت التعليق ساعات ما بيوصلش. انتوا عارفين، معلش سامحوني، غصب عني غصب عني والله، مش بايدي، مشكله اللي عندي في التليفون. ده انا بدعي ربنا بس يسلم ان انا اقدر اكمل بيه. والله بدعي ربنا ان انا اقدر اكمل بيه. فسامحوني، بس التعليقات كلها انا بقراها. وفي ممكن يوصل لكم التعليق مرتين، يعني ممكن انا اكتب تعليق يوصل مرتين، ممكن اكتب التعليق يوصل بعد فترة، وممكن ابعته يوصل ويرجع يوصل بعد فترة تعليق تاني. تمام. فيعني بحب اقول لكم النقط دي، ولو حد ما وصلوش تعليق والله انا بقرا كل التعليقات، وعندي استعداد اقول لكم اسم على اللي بيبعت لي التعليق. تمام. فلو حد بعت تعليق وما وصلوش رد ومحدش يزعل، فكروش انني مش ردت على التعليق، لا. اني بصوا، دي يعني شيء يحترم، شيء يحترم انني لازم حد يبعت لي تعليق لازم احترم الشخص ده، وانا قلتها قبل كده وارد على التعليق. يعني ازاي انت تقدريني وتبعتي لي تعليق وانا ما رد اشوفه واستهتر بيه ما ردش؟ لا، ده انتوا تشكروا جدا جدا ان انتم يعني اقول لكم ايه، بتدوا من وقتكم ليا، ان انتوا مثلا شفتوا حاجه وكتبتوا لي تعليق فلازم ارد عليه. فانا حبيت معلش اوضحها. لو حد ما وصلوش تعليق، لا انا التعليق بشوفه وبقراه، وممكن يكون ما وصلش ويوصل مرتين. تمام. والله العظيم بقعد ارد على التعليقات كلها، واكيد انتوا كلكم اكيد ناس كتير بتتابع وعارفه. طبعا انا هنا السبونش اللي عملناه اهوت وعملت لكم امبارح، والحمد لله رب العالمين شفتوا الطريقه. ان شاء الله انا هعمل معاكم سبونشات كتير جدا حلوه قوي قوي في الصينيه القارب. لو حابه تعملوا تورته برضو او جاتوهات، هعمل معاكم في الصواني المدوره تورت برضو بالسبونش العادي. هنعمل مقدار البيضه الواحده، هنعمله في مقدار البيضه الواحده يطلع معاكي تورتيه جميله قوي قوي، حلوه صغيره، ميني حلوه حلوه ما جميله. وهنعملها برضو في الصينيه القري التالتة الصغيره، مقدار البيضه الواحده ونص كوبايه الدقيق. هيتعامل معاك زي ما انا عملت سويس رول، هنعمله برضو تورته في الصينيه المدوره مقاس 18. ولو مش عندك يبقى في القرب الصغير الخالص هتطلع معاكي تورتيه حلوه قوي، اذا كنت عايزاها مدوره او عايزاها مستطيله، جميله جدا. وتقدري تعملي مقدار البيضه الواحده ده، تعملهم 6 قطع جاتوه، يعني ممكن تعمليه 6 قطع جاتوه. يعني لو انت قاعده كده مثلا وحابه تعملي كل واحد قطعه جاتوه كده تحلوا بها بالليل وانتوا قاعدين، هعمله لك في الصينيه الصغيره التالتة القارب بالبيضه ونص كوبايه الدقيق. تمام. هيبقى معاكي جميل جدا جدا. وهنعمل كل حاجه بالسبونش البيتي، ما شاء الله ناجح وجميل وهش، ما شاء الله ما شاء الله. ما تقلقوش من اي حاجه، اعملوه وجربوا، بس اتبعوا الخطوات اللي بقول عليها اتبعوها. تمام. يعني ما تخليش خطوه تفوتك، كل خطوه. برضه هرجع واقول تاني، الناس اللي بعت حبايب قلبي يقولوا لي ما بتحطيش فانيليا في البيض. والله انا بحط فانيليا في البيض، بس انا بكسر البيض واقوم حاطه عليه الفانيليا عشان ما انساش. وبرضه اقولها للمره المليون، انا طالما عامله بيض يبقى لازم احط فانيليا. افرضوا اني نسيت احط فانيليا، ما تحطوا انتوا فانيليا. يعني ملكوش دعوه بيا بقى. افرض اني مثلا سوى عني وعملت الوصفه مثلا عشان مضغوطه ولا ونسيت احط فانيليا، لا حط انت فانيليا، مالكيش دعوه بيا، اصل ده بيض يحط فانيليا. مش لازم انا اقول احط فانيليا يا جماعه، اصل ده حاجه يعني خلاص اوريدي ما منهاش كلام. بس انا بقوم عامله ايه بعد ما بكسر البيض في الطبق؟ بحط الفانيليا عليه عشان ما انساهاش بس. تمام. فان شاء الله كل حاجه هعملها لكم باذن الله. وكان المفروض اعمل لكم بدل الفيديو ده اللي هو جاتوه الشوكولاته، بس يلا خير ما فيش نصيب. انا كده الاول وقت زينت الجاتوه معايا اهوت. لو انت حابه تعملي بقى كميه جاتوه كبيره، ما تقسميش بقى الصاج، اعملي صاج تاني وحط الصاجين على بعض ويطلع معاك 24 قطعه جاتوه. تمام. 24 قطعة جاتوه يطلع معاكي بسم الله ما شاء الله. تعملي بقى نص شوكولاتة ونص، انا عاملة جولو مانجا. جولو المانجا دي يا جماعة بيجي من عند مستلزمات الحلويات، هو جولو الشوكولاتة وجولو واللي هو اللهم صل على النبي الكراميل والفراولة، كل حاجة عنده. تمام.
الكيس بيتباع ب30 جنيه، الكيس كبير بيتباع ب30 جنيه. بس انا طبعا ما بجيبش كيس، الناس اللي هي بتشتغل وبتبيع وكده هي بتجيب اكياس عشان هي بينفعوها. يعني لما واحده تكون بتشتغل وبتطلع يعني اوردرات والكلام دي تجيب الكيس، هي تنفع. لكن اني بجيب ايه، بجيب العلبه ديت كانت ب10 بقت دلوقتي ب12. العلبه دي بتبقى مليانه. بجيب بقى علبه جولو مانجا، وعلبه جولو شوكولاته، وعلبه كراميل، وعلبه جولو تلميع، ومن كل نوع علبه كده. وبيقعدوا عندي في التلاجة كتير لان العلبه بتبقى مليانه كتير يعني فيها. لكن اللي هم اصحاب المشاريع بيجيبوا الاكياس لانها بتفضل عندهم عشان بيشتغلوا على طول، فبتفضل عندهم. تمام. بجيب الشوكولاته برضو البواقي اللي هي فيينا الكبيره والكلام ده. فربنا يا رب يسعد خلقه، الحاجه دي بتفضل عندهم لان تفرق معاهم عن ما يجيبوا زمان بجيب كده. فانت بتقول له هات علبه جولو مانجا، علبه جولو شوكولاته اللي انت عايزاه. فوزعت كده الجولو المانجا تجيبيه لو انت عينيه في التلاجة تطلعيه بره يفك، وتقوم جايبه طبق فيه ميه سخنه وتقوم حاطه العلبه في قلبه كده عشان يفك معاكي وتقدري تستعمليه. دي جولو شوكولاته برضو. بقوم مطلعه العلبه من التلاجة لو انا نسيتها، اقوم جايبه طبق كده معايا وحاطه فيه ميه مغليه، واقوم حاطه العلبه بحالها. فتحس ان هو فك من بعضه ساح، عشان لو جيتي تعملي بيه يبقى متجمد ما ينفعش. حطيت معلقه واحده بس جولو شوكولاته في قلب الكيس الصغير كده، وفتحته فتحه صغيره، وقمت عاملاه زي ما انتم شايفين. طب انا ما عنديش يا شيف جولو شوكولاته، مكعب شوكولاته، مكعب شوكولاته، اي مكعب شوكولاته. سيحيه على النار بمعلقه لبن، يعني حط المكعب او المكعبين وحط عليهم معلقه لبن، ماشي، ونقطه زيت، وحطهم على البخار الميه. واحط وقومي مسخنه الاول معلقتين اللبن يغلوا، وقومي كبهم على مكعبين الشوكولاته. يعني بدل ما تغلي معلقتين اللبن كبهم على مكعبين الشوكولاته، وعليهم نقطتين الزيت، وفكوهم من بعض وحطهم في كيس واشتغلي بيهم. حاسه ان هم لسه متجمدين، حط بقى الطبق اللي انت عملتهم فيه على بخار ميه هيفكوا معاك على طول، وحطهم في قلب كيس واعملي كده. وهاتي علبه الجولو الشوكولاته دي خليها عندك، بتنفع في حاجات كتير، بتغنيك ان انت تسيحي شوكولاته وكده. تمام. انا كنت فيديو الجاتو الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه كنت مستعمله جورو الشوكولاته على الكريمه، وكنت عاملاه شكله جميل قوي قوي. بس خير يلا. هو الفيديو اتمسح طبعا، ماليش نصيب فيه، بس كان بصراحه فيديو جميل جدا، الحمد لله والشكر لله. انا بقى حطيت المنشار في ميه سخنه وبعلم كده. انا بعلم الاول الخط وبعد كده اقوم مقطعه، يعني بعلم ان انا اسوي كده المكان اللي انا اقطعه، وبعد كده اروح ايه مقطعه. شايفين يا جماعه كيكه جميله ازاي؟ شوفوا بقى التقطيع بتاعي المعتاد. بعد ما بعمل بقوم قسمه الكيكه نصين كده من النص، وبعد كده اروح لفاها وقطع ايه الجاتو بتاعي. تديكي كميه كتيره، خلي بالك بتتقطع دي القطعيه دي ركزوا فيها قوي قوي، كل مره اقولها لكم. شو بعد ما قطعتها اهي، اروح لفاها بقى كده، ادخلها عندي بقى، شو بوسع بينها وبين التانية اهي، واروح بقى قطع. شو بقى بتديني كم قطعه جاتو حلوين. تمام. فالقطعيه دي حلوه جدا، بدل ما تقعدي تفض معاكي حته كبيره وتعمليها جاتو مثلثات ومش عارفه لو انت مش عايزه، فبتعمليها. شو بتحط المنشار كده قبل ما تنزلي، بتدي لنفسك علامه كده، وتقوم نازله قطعه. ترفعي المنشار من فوق وتظبطي ايدك وتروحي قطعه. انا بصراحه ما بعملش بمسطره ولا بعمل باي حاجه. الحمد لله اني بعملها وبتطلع معايا ما شاء الله جميله جدا. مرة في مرة هتتعلموا وهتعرفوا وهتعملوا كل حاجة مع يعني إن شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. امشوا معايا خطوة خطوة هتعملوا كل اللي نفسكم فيه، كل اللي انتوا نفسكم فيه. النواعم والجاتوهات والاكل، انا عايزين نعمل اكل، عايزين نعمل كل يوم هقول لكم عايزين نعمل السمنه، وعايزين نعمل سمنه عشان حلويات برضو بتاعت لو احتاجنا هنعمل حلويات. طبعا في حلويات هنعملها في رمضان ان شاء الله، ربنا يجعلها ايام خير ويفك الكرب عننا وعن الناس كلها اجمعين يا رب. الحلويات، وهنحتاج سمنه، عايزين نعمل سمنه تنفع عندنا الحلويات. والكحك والحاجات ديت باذن الله رب العالمين. فان شاء الله عايزين نعمل برضو الحاجات دي باذن الله. يعني الوقت بيجري واحنا ما عملناش الا المخلل بس. عايزه ان شاء الله اليومين دول بقى نعمل السمنه الاول برضو عشان تنفع عندنا للطبخ. يعني حاول ان شاء الله بقدر المستطاع نعمل سمنه موفره شويه، يعني تكون ايه، تبقى زياده عندنا، نزود الكم شويه. انتوا عارفين السمنه الوقت بكام؟ السمنه دلوقتي ب 250 جنيه، السمنه البلدي ب 250 جنيه، وقالب الزبده بقى ب 100 جنيه. فعايزين نظبط الميزانيه بتاعتنا شويه، عايزين نعمل شويه اكلات اقتصاديه.
عايزه اعمل لكم برضو طريقه شاورما حلوه قوي قوي، عايزه اعملها لكم، اقتصاديه وجميله جدا. نعمل منها فطاير وفي نفس الوقت نعمل منها سندوتشات ونعملها على رز بسمتي. هتعملي منها كذا، يعني يعني بصدر فرخه او بصدرين فرخه تقدري تعملي بيها كذا اكله. يعني الشاورما دي تعملي بيها كذا اكله. يعني انا لما هعملها لكم ان شاء الله هنعملها واقول لكم هنعمل بيها ايه بقى، ايه وايه وايه وايه. تمام. إيه ان شاء الله نعمل كل حاجه حلوه باذن الله. ان شاء الله هنعمل حاجات جميله باذن الله يدوك ويدينا العمر ويفكها عن الناس كلها اجمعين يا رب، ويفك الكرب يا رب عن تركيا وعن سوريا، ويفك ضيقه الناس كلها على وجه الارض اجمعين يا رب. كل الناس على وجه الارض يفك ضيقه الناس كلها. شوفوا انا بقطع بقى هنا اهوت كده. شوف بقطع كده بالطول كده اهوت. شوفوا القطعه ما شاء الله بتطلع مظبوطه. انا بصوا بعمل ايه ازاي. اتعلمي اتعلمي، مره في مره هتتعلمي، مره في مره هتعرفي. إيه يعني احنا ما اتولدناش ما شاء الله، يعني ما اتولدناش كده. إيه بنشتغل في الحلويات، يعني ما اتولدناش بنطبخ، ما اتولدناش بنعمل كذا. لا. إيه طلعنا وتعلمنا وعرفنا وبنقعد، يعني انا طول النهار ماسكه الورقه والقلم، والله طول النهار ماسكه الورقه والقلم. إيه واشتغل على نفسي واعمل ده واعمل ده وده لا دي كان عايز يبقى كذا عشان اطلع صح، وده كذا. وبشتغل على نفسي. اتعلمي واعملي لولادك وتعلمي لبيتك واعملوا كل حاجه في البيت. يكفى ان النظافه، يكفى ان انت بتبقي فرحه من الحاجه تطلع معاكي مظبوطه. إيه كل حاجه هتتعلميها وهتبقي شاطره فيها ان شاء الله، وهتبقوا ما شاء الله زي الفل. تمام. اتعلموا اعملي في مقادير بسيطه، يعني انا بعمل معاكم مقادير قليله جدا. يعني عشان بس برضو ظروف المعيشه. بعمل لكم حاجات، بعمل لكم بسكوتات وحنواعم ببيضه ببطين، بعمل لكم جاتوهات ببطين وبيضه. بحاول على قد ما اقدر ان انا بشتغل على نفسي في الحاجه عشان اوفر لك في الخامه وفي نفس الوقت تطلع ناجحه. تمام. وان شاء الله هتعملوا كل حاجه حلوه باذن الله، باذن الله رب العالمين، وكل حاجه تنجح معاكم ان شاء الله. واللي بتعمل حاجه وحصل منها مثلا زي اللي قالت لي الاسبونج، عملته بس طلع ناعم شويه بيتكسر مني. انا بعت لها قلت لها قولي لي انت عملت ايه، حطيت في صينيه كام. إيه اللي عامل قولي لي انت عملت ايه، وايه الخطا اللي طلع، يعني ايه الحاجه اللي باظت منك فيها ايه. وابعتي لي وانا اشرح لك واقول لك لا تعملي كذا. خلينا ناخد وندي مع بعض في الكلام. تمام. إيه المقاس اللي انت اشتغلته كله برضو يا جماعه. لو انا عايزه اعمل مثلا مقدار البيضه غير مقدار البطين غير مقدار الثلاثه. ما انا ما اجيش اعمل بيضه واعملها في صاج 30 في 40. تمام. او فاهميني كل حاجه. واقول ده طلعت بايظه، لا كل حاجه لها مقاس صينيه. كل حاجه مثلا لو انا عايزه اعمل 5 بيضات مثلا او 7 بيضات، مش هعمل ال7 بيضات في القارب الوسطاني، لا هعمل في القارب الكبير. مش هعمل 7 بيضات هعملهم في الصاج، لا كل حاجه لها مقدار. فانا بعت لها قلت لها ايه بقى اشرحي لي انت عملت ايه، ومقاس الصينيه اللي انت اشتغلت فيها قد ايه، عشان نفهم مع بعض ونتعلم مع بعض. ادي الجاتوه هنا بقى ديت ورق الترنزفير يا جماعه عند بتاع الحلواني. ماشي. كان عندي بقى كده، وحبيت ان انا اعمل شغل بقى زي بتوع محلات الحلويات بقى، وما يعني احنا يعني هنطلع حاجات احلى واحلى كمان. فحطيت سيحت مكعب شوكولاته من غير بقى لا لبن ولا اي حاجه، حطيته كده في سلطانيه وعلى نقطه زيت، وحطيته على بخار ميه ما تخليش السلطانيه تلمس الميه. وقمت ايه ماليه بقى المعلقه الصغيره كده وحطيتها ايه في ورق الترنزفير كده المدور، وسبتها بره التلاجة من الساعة جمدت لوحدها. وخدتها بقى وعلى كل واحدة كده حطيتها كده بقى شبه بتاع المحلات كده. وشوفوا شكله جميل ازاي، تحفة تحفة، وما تكلفش والله حاجة، والله ما تكلف اي حاجة. تمام. ادي ال3 بيضات وادي كوبايه ونص دقيق، وما شاء الله مكعب شوكولاته. عملت الشكل الجميل ده وما كلفنيش اي شيء، وشيك جدا جدا وقمه من الرقه والشياكه والله. يا زي بتوع المحلات بقى عايزه بقى إيه انزه من نفسي بقى، اقوم جايبه شوكولاته بيضه كده واكتب باسمي او اسم القناه كده تحت كده، اسم اي اسم كده بالشوكولاته البيضه، وبعد كده احط على الشوكولاته ما تجمد احط على الشوكولاته السمراء، واقوم عاملاها زي دي كده واقوم حطها على الجاتوهات. ايه رايكم؟ يبقى شكلها جميل برضو. تمام. فدي كان عندي فقلت اما اعمله يدي للجاتوه شكل شيك وجميل كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومتشكره لكم جدا جدا. كلامكم والله كلام، يعني انا مستحقش الكلام الحلو ده كله. ربنا يجازيكم خير، ويا رب تكونوا بتستفادوا مني واكون قد الثقه وقد المسؤوليه. خلي بالكم دي مسؤوليه كبيره والله، والله دي مسؤوليه كبيره جدا للي يفهمها ويقدرها. ان انا اطلع واقول لك وصفه وانت تطبقيها وتعمليها، دي مسؤوليه كبيره جدا والله، مش اي كلام.
فان شاء الله كل حاجه تعملوها وتنجح معاكم وتجربوها، وان شاء الله كلكم تعملوا كل الوصفات وتبقوا اساتذه كبار قوي 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 في كل حاجه، في الحلويات وفي الطبخ والمعجنات. لسه ما شفتوش معايا معجنات، انا بعمل معجنات جميله جدا وعيش مخبوزات كل حاجه. انتوا لسه ما شفتوش يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا مديني الموهبه دي من عنده وانا بحبها جدا وعاشقه بصراحه لمجال الطبخ. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدي، ويكرمكم ويكرمنا ان شاء الله اجمعين، ويكرم كل القنوات الصغيره تكبر، وكل اللي عندها قناه نفسها تكبر تكبر بيكم باذن الله. ساعدوا الناس كلها مش انا بس، كل القنوات يا جماعه دعموها وشجعوهم، ان ربنا يكرمهم ويفتحها عليهم يا رب ان شاء الله، لان دي بتبقى هوايه وكلنا بنحب المجال ده. الوقت اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.